عارف إنك ممكن تعتذر من غير ما تكون غلطان؟ فعلا ممكن تقول آسف وأنت فعلا ما كنتش تقصد. تخيل إنك في مطار وماشي بالشنطة اللي بتتجر، وفجأة رجلك خبطت رجل حد. أنت أكيد ما كنتش تقصد، بس الأول حاجة هتقولها إيه؟ أنا آسف يا فندم. ليه؟ مش لأنك غلطان، لأنك مسؤول عن الحاجة اللي خرجت منك، سواء شنطتك أو سواء كلامك. الناس اللي بتقول أنا ما اعتذرش طالما ما كنتش أقصد، زي اللي خبطك رجلك في المطار ورد عليك وقال لك انا ما كنتش اقصد، انت بتزعق ليه؟ فتلاقي نفسك داخل خناقه بدل ما كان الموضوع يتحل بطريقه بسيطه. الاعتذار مش معناه انك غلطان، الاعتذار معناه انك مسؤول عن التاثير اللي حصل حتى لو ما كانتش بنيتك، الكلمه اللي جرحت حتى لو طلعت بالغلط، الفعل اللي اذى حد حتى لو ما كنتش تقصد. دي حاجات خرجت منك والناس بتستنى انك تتحمل مسؤوليتها. لو شايف انك لازم تعتذر لشخص حتى لو مش شايف نفسك غلطان، اكتب لي في الكومنت المسؤوليه اهم من النيه، واعمل شير للفيديو. يمكن توصل الفيديو لحد لسه شايل من حد او مش قادر يقول اسف.